النهارده عملت معاكم يا حبايبي احلى طاجن كفته بالرز. لحم جاموسي مش جملي. يا رب تعجبكم الطريقه، خشوا شوفوها. احلى كفته بالرز عملناها طاجن. خشوا الفيديو وشوفوها. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا حبايبي هعمل معاكم النهارده كفته رز في البيت. ما بعملهاش انا عند الراجل. انا جبت اللحمه بتاعتي وبدات انقي القطع الحمراء افرمها. شلت اللي فيها سمينه علشان ما ينفعش تعملي الرز كفتة الرز باللحمة فيها سمين عشان ما تفكش منك، لان دي لحمة بلدي مش لحمة جملي. انا خدت الحمرا اهي فرمتها مع بصل، وهحط لها كمان توم وقرن فلفل حراق. التوم طبعا زي ما انت بتحبي. حطيت لها بصلة وسط وقرن فلفل حراق، وحطيت لها حوالي 5 6 فصوص توم، وببدأ بقى افرمها. وبعدين الرز غسلته ونشفته وبدأت انعمه اهو زي ما انتم شايفين. هنكمل بقى مع بعض وارجع لكم. كده يا حبايبي انا فرمت اللحمة مع البصل والثوم وحطيتها مع الخضرة كده. الخضرة كنت مفرزاها طلعتها. هدعوكها بقى مع بعضيهم كلهم كده، وهحط لهم ملح وفلفل وبهارات 7 بهارات وشوية بيكربونات الصودا. هدعوكم بقى ببعض كده وارجع تاني اديهم وش تاني او وشين علشان خاطر الرز ينعم شويه، لان انا عاملاه في الكبه مش عاملاه في المطحنه. فلازم اديله وشين تاني مع اللحمه كده. وهحط لهم حوالي ربع كوبايه ميه. انا كده حطيت لهم ربع كوبايه الميه عشان انا كنت غاسله الرز ومصفيه قوي ناشف. فالميه دي هتساعده مع اللحمه بقى ان هو يتعجن مع اللحمه. هدعوكم الاول كويس وبعدين ارجع بقى في الكبه واخدهم وش او وشين كمان. يبقى كده خلصناها ونسيبها بقى تستريح بعد كده، بس اما نخلصها علشان نعملها ان شاء الله. كده يا حبيبتي انا عملتها وش بعد ما عجنتها ببعضيها. هرجع تاني اعمل لها وش وهحط لها بقى شويه زيت عشان تسهل عمليه الفرم كمان. وتبقى كده خلصت الكفته بتاعتنا زي ما انتم شايفين. انا ما قلتلكوش انا حطيت نص كيلو لحمه عليها نص كيلو رز. ده الكفته المظبوطه سواء جملي او لحمه بلدي. بس لو عملتيها بلحمه بلدي لازم تشيلي الدهون منها. هبدا بقى اديها وش تاني وارجع لكم. بصوا يا حبايبي انا خدتها كمان وشين اهي. هسيبها بقى ترتاح شويه وبعد كده بقى اصبعها ونحمرها. انا حطيت يا حبايبي في الطنجر دوت قطعه زبده وشويه زيت نحمر فيهم الكفته. انا عاملاها حجم كبير شويه علشان ساعات اللحمه الكندوز بتكش غير الجملي. زي ما قلت لكم انا حاطه نص كيلو الرز عليه نص كيلو لحمه. احطها كلها مره واحده كده تتحمر، وبعد كده هعمل مطرحها البصل لان حاطه لها زبده ومش مكتره الزيت. يبقى كله في طنجة في طاجن واحد كده. كده يا حبايبي انا حمرت الكفته الحمد لله ما كشتش ولا حاجه. هنحط بقى البصل مطرحها لان دي زبده وزيت. شوح بس تشويحه كده تفضل وننزل عليها بالطماطم.
نعمل بقى جنبيها رز بشعريه، او تعملي اللي انت عاوزاه جنبيها، او تاكلوها بالعيش براحتكم. انا هعمل جنبيها شويه رز بشعريه. كده يا حبايبي انا حطيت الملح وشويه بهار، وهحط معلقه سكر عشان حطيت معلقه صلصه عشان الحموضه. هي بدأت تغلي خلاص كده. هنحط بقى فيها الكفته. انا مش هحط بطاطس ولا حاجه، اللي حب يزود الكميه يحب يحط بطاطس قطعيها مكعبات وشوحيها الاول، حمريها على خفيف وبعدين حطيها. بص انا كنت عاملاها كبيره عشان خايفه اركش، لانها دي لحمه كندوز، انما اللهم صل على النبي ما كاتشتش. هحط بقى الكفته كلها ونوطي عليها لحد ما تستوي. كده يا حبايبي انا عملت الكفته اهي زي ما انتم شايفين، ما شاء الله زي العسل. احنا ما بنحبش الصوص بتاعها كتير. وعملت هنا الرز بشعريه، يا رب تعجبكم الطريقه ونحضره بقى. وكده يا حبايبي عملنا مع بعض احلى كفته كفته الرز، عملتها طاجن، يا رب تعجبكم. هي طبعا الكاميرا مش جايبه ما بحطش انا صلصه كتير، بس هي بصوا الصلصه بتاعتها حمرا اهي، بس انا ما بحبش الصلصه كتير. وزي ما انتم شايفينها جميله. دي معموله من كفته اللحمه البلدي، مش الجاموسي يعني، مش الجملي. وعملناها بطريقه بسيطه وحلوه، يا رب تعجبكم.